بيبدأ الفيلم مع الزعيم هتلر اللي بيفتح عينه، ولكن طبعا بيستغرب ان الدنيا فاضية حواليه ومفيش صوت طيارات حربية ولا ضرب. وفي اللحظة دي بيكون المراسل فابين بيعمل لقاء تلفزيوني مع مجموعة من الأطفال، وبيظهر هتلر من بعيد في اللقاء ده، وفي الوقت ده بيشوفه العالم كله. وبيقابل بعدها أطفال في الشارع وبيسألهم على الطريق للقصر الجمهوري، ولكن بيستغربوا لما بيشوفوه وبيبدأوا يسألوه هو مين وعامل في نفسه كده ليه، لكنه مش بيرد عليهم وبيسيبهم وبيمشي. وبيوصل هتلر بعدها للطريق الرئيسي، وهناك بيلاقي الناس راكبة عجل شكلها غريب، وبيستغرب لما بيلاقيهم كلهم ماسكين موبايلات وكمان كاميرات تصوير وبيبدأوا يصوروه. وبيقرب هتلر من واحد وبيحاول يعرف منه هم في سنة كام، ولكن المهرج ده بيقوله انه عاوز يتصور معاه ومش بيهتم بأي كلام بيقوله هتلر. وفجأة في الشارع هتلر بيسمع صوت واحدة بتتكلم ألماني، فبيجري عليها علشان يعرف هما فين، لكنها بترش عليه مادة بتحرق عينه. ولكن هتلر بيكمل وبيوصل لكشك جرايد وبيمسك الجورنال وبيلاقي نفسه في سنة 2014. ساعتها بيتصدم وبيفقد وعيه وبيقع قدام الكشك. وبننتقل بعد كده بالأحداث للمحطة اللي بيشتغل فيها فابين واللي باع فيها التقرير اللي ظهر فيه هتلر. وبنشوف صاحب المحطة وهو بيعلن عن المفاجأة، وبيقرر تغيير مدير المحطة وبيعين كاتيا مديرة جديدة للمحطة. وبيرجع المدير القديم لمكتبه وهو غضبان جدا، وبيلاقي فابين بانتظاره، وساعتها بيطلع كل غضبه عليه وبيقرر انه يطرده وبيطلب ليه الامن اللي بيطلعه بره المحطة خالص. وبنرجع لهتلر مرة تاني واللي بيفوق بيلاقي نفسه في كشك الجرايد، وبيستفسر من صاحب الكشك عن التاريخ، ولكن الراجل بيأكد له ان التاريخ اللي قراه في الجورنال صح وان هما في سنة 2014. وبيستغرب جدا من سؤاله، وبيخرج صاحب الكشك علشان يجيب حاجة لهتلر ياكلها، وفعلا بيجيب له شوكولاتة. وبيمسكها هتلر وبيقول له ان لو كل اللي بيحصل ده خدعة من المخابرات علشان يجننوه فهو هيموتهم كلهم. ولكن بيقطعوا صاحب الكشك وبيسأله اذا كانوا بيسجلوا فيلم وثائقي في المكان لانه شبه القائد الالماني الزعيم هتلر، وهنا بيقول له ان هو هتلر بذات نفسه. وبنشوف بعدها هتلر وهو بيقرا في الجرايد اللي كانت في ايده علشان يعرف اكتر عن العالم اللي عايش فيه دلوقتي، وبيعرف انه خسر الحرب العالمية. وبيستغرب اكتر لما بيعرف ان اللي بيحكم المانيا دلوقتي هي واحدة ست، وبيكتشف كمان ان الحرب اللي كان قائدها كانت مجرد الارواح والوقت مش اكتر. وبيقطع تفكيره صوت صاحب الكشك وهو بيطلب منه يقوم يساعده ويبيع معاه، فهتلر بيحس بالإهانة انه هيقف يبيع جرايد في كشك، وده بعد ما كان قائد حربي ولكنه مضطر علشان يقدر يعيش. وفعلا بعدها بنشوف هتلر بزيه العسكري واقف قدام الكشك، ولكن مفيش اي حد بيقرب من الكشك، وصاحب الكشك بيطلب منه انه يغير هدومه لان ريحته وحشه جدا، ولو فضل بالشكل ده محدش هيقرب من الكشك ابدا. فبنرجع لفابين اللي بيكون زعلان انه فقد شغله، وبتدخل عليه امه وبتتكلم معاه، ولكن بتتصدم لما بتبص على الشاشه وبتطلب من ابنها انه يكبر الصوره، ولما بيكبرها بيشوفوا هتلر في الخلفيه وهو قاعد بيتكلم مع الاطفال. فبيقرر فابين انه يوصل للراجل ده ويعرف ايه حكايته بالظبط. وبنشوف بعدها هتلر في المغسله وبيخلع هدوم علشان تتغسل، وهناك بيطلب من اللي بيشتغلوا في المغسله انهم يدوله اي هدوم يتحرك بيها لحد ما هدومه تتغسل، وفعلا بيدوله تيشيرت وبنطلون جينز يلبسهم. وبعد كده بيرجع لصاحب الكشك، وهناك بيلاقي فابين مستنيه وبيطلب منه انهم يعملوا مع بعض تقرير في كل مكان في المانيا. وبيرحب هتلر جدا بالعرض ده، خصوصا لما عرف ان فابين هيتكلف بكل مصاريف الرحله دي. وبنشوف هتلر وفابين وهما بيبداوا رحلتهم في المانيا، وبيكونوا مع بعض في فندق، وبيفتح فابين التلفزيون وبيكون هتلر منبهر جدا بالاختراع العظيم ده. وفي تاني يوم بيبدأ تصوير فيلم الوثائقي، وبنشوف هتلر وهو بيتصور مع الناس في الشارع وبيعمل معاهم لقاءات عن أوضاع ألمانيا السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي. ومن خلال اللقاءات دي بيقدر يعرف ان عدد قليل من الشعب الألماني هو اللي اهتم بالديمقراطية، على عكس الثلاثينات اللي كان فيها تقريبا كل الشعب بيطالب بالديمقراطية. وكمان بنعرف عدد تقبل الألمان لفكرة الهجرة الألمانية واللي بقت منتشرة جدا في الوقت الحالي. وهتلر بيقول لهم انه مع فكرة عدم اختلاط الأعراق لأن ده بيؤدي بمرور الوقت انه بيحصل اختلافات في المجتمع الألماني. وبعد كده بيكملوا رحلتهم، وبنشوف هتلر بيقص شنبه وبيسألوا فابين عن شكل الشنب ده أصلا، فهتلر بيقول انه كان بيلبس قناع ضد الغازات السامة وكان لازم يحلق شنبه بالشكل ده علشان يقدر يلبس القناع كويس. وبيكملوا رحلتهم وفي الطريق بيوقفوا في مزرعة، وبيتكلم فابين مع صاحب المزرعة في الوقت اللي بيكون فيه هتلر بيلعب مع كلب، ولكن فجأة الكلب بيعض صباع هتلر واللي بيغضب جدا وبيطلع مسدسه من جيبه وبيموت بيه الكلب. وهنا فابين بياخده بسرعة وبيتحركوا من المزرعة، وفي العربية فابين بيزعق له وبيبوخه على عصبيته الزايدة، وبيقرر ياخد منه المسدس اللي معاه علشان ما يأذيش حد. وبيقول فابين ان الفلوس اللي معاه خلصت خلاص ولازم يدوروا على طريقة يجمعوا بيها فلوس علشان يقدروا انهم يكملوا رحلتهم. وبيستغل فابين موهبة هتلر في الرسم، وفعلا بيبدأوا يرسموا الناس اللي معدية في الشارع وبتعجبهم الرسومات جدا، وبيقدروا يجمعوا فلوس يكملوا بيها رحلتهم. وبنشوف هتلر وهو بيتصور في كل مكان في ألمانيا، وبيرجع فابين للمحطة اللي بيشتغل فيها وبيوري مديره الفيلم اللي عمله عن هتلر وقد ايه انتشر وحقق مشاهدات عالية جدا.
وبيطلب منه مديره انه يحاول يجيب هتلر للقناه وانه هيرجعه للشغل لو قدر يعمل كده. وبيوصل هتلر للمحطه، واول ما بيتكلم مع المدير بيفتكر انه شخص مجنون، وبيقول كمان لفابين انه يخرجه بره، ولكن بيسيبهم هتلر. وبنشوفه بيتكلم مع كاتيا وبيقول لها انه عاوزها تكون حليفته علشان ينقذوا المانيا سوا، وكاتيا بتعجب جدا بشخصيته. ولما بيوصل الامن علشان يطلعوه بره بترفض كاتيا وبتكون عاوزه تكمل كلامها معاه. وبتطلب كاتيا من مدير المحطة إن هو يخصص وقت علشان يطلعوا هتلر على التلفزيون في بث مباشر، وطبعا بينفذ تعليمات كاتيا. وكمان بنشوف فابين بيرجع للمحطة من تاني، ولكن المرة دي مش كصحفي ولكنه بيكون الأوفيس بوي، وبيطلب مدير المحطة إنهم يعلموا هتلر على الكمبيوتر. فبيستغرب هتلر من الحجم اللي وصل له الكمبيوتر في العصر ده، وبيقول لرومير إن الكمبيوتر في عصره كان عبارة عن غرفة كاملة مش مجرد جهاز على مكتب صغير. وبتحاول رومير بعدها إنها تعمل ليه إيميل إلكتروني، بس بيكون في ناس كتير استخدمت اسم أدولف هتلر، علشان كده طبعا بيتعصب إن في حد استخدم اسمه. وبتحاول رومير تفهمه إن ده شيء عادي يعني ومفيش أي خطر عليه. وبعدها بيقترح عليه هتلر إنها تعمل الإيميل باسم المقر اللي كان بيقود منه الحرب العالمية، وفعلا بتنجح المحاولة وبيكون عند هتلر إيميل إلكتروني أخيرا. وبنشوف بعد كده مدير المحطة وهو بيرتب لحلقة هتلر، ولأنه كان بيكره كاتيا بيطلب من المعدين انهم يركزوا في اللقاء مع هتلر على العنصرية وكرهه لليهود. وبكده الحلقة هتكون سيئة وكاتيا هتطرد من شغلها ويكون هو المدير العام الجديد للمحطة. ولكن بمجرد ما بتبدأ الحلقة بيظهر هتلر على الشاشة، وبيتصدموا لما بيلاقوه مش بيقرأ من الورقة اللي جهزوه ليه. وبيبدأ يتكلم عن التلفزيون وانه اختراع مدمر لألمانيا لانه ممكن اعدائهم يستخدموه ان هم ينشروا افكار توليد الفتنة ما بين الشعب الالماني. وبيتكلم كمان عن المهاجرين الجدد لألمانيا وان هم عبارة عن قنبلة مأقوتة لألمانيا وممكن انها تنفجر في اي وقت. وكمان بيقول انه هيحافظ على ألمانيا ويحل كل مشاكلها ويرجعها دولة عظمى من جديد. وبعدها بنشوف شعبية هتلر بتزداد، وبيظهر في لقاءات تلفزيونية كتيرة جدا، والناس بتبدأ تحبه أكتر من الأول وبتحب الأفكار اللي بيتكلم عنها. وبيقربوا منه المسؤولين وكمان المعارضين في ألمانيا وبيدعموه وبيطلبوا انهم ينضم ليهم. وبنشوف بعدها موظفة وهي بتتكلم مع مدير المحطة وبتقول ان في ايميل وصل لهتلر وبيطلب فيه صاحب المزرعة تمن الكلب اللي هو قتله. ومدير المحطة بيبدأ يفكر ازاي هيستغل الايميل ده علشان يدمر كاتيا ومعاها هتلر. وفي احد اللقاءات لهتلر المذيع بيعرض الفيديو اللي قتل فيه الكلب وبيطلب منه رأيه، ولما بيظهر الفيديو بنشوف ردود افعال سيئة جدا من الجمهور ناحية هتلر. ولكن هتلر بيتعصب وبيهدد المذيع انه هيعمل فيه زي ما عمل مع الكلب، وكمان بيقول له انه هيضرب النار على اي حد يحاول انه يعترض عليه. وكمان بيقول انه هيحول المحطه لمخزن للاسلحه والدبابات. وطبعا الاخبار الجديده دي بتنتشر بسرعه جدا في كل مكان في المانيا، وفي وسط الغضب ده بتنجح خطه مدير المحطه وفعلا بتطرد كاتيا من المحطة. وبيحاول هتلر بعدها انه يختفي من الناس بعد الغضب اللي انتشر ضده في كل الشوارع، وبيروح بيت بعيد يستخبى فيه وهناك بيكتب كتابه الجديد. وبيتفاجئ المدير الجديد بكمية الخسائر اللي بتحصل في القناة وكمان عدد كبير جدا بيقدموا استقالته. وهنا بيقترح عليه موظف انهم يرجعوا حلقات هتلر القناة مرة تاني. وبيدور المدير على هتلر وفابين وبيعرض عليهم فلوس كتيرة جدا مقابل انهم يعملوا فيلم من بطولة هتلر ويتعرض على قناتهم. وبيروح هتلر بعدها مع فابين لبيت رومير وبتكون جدتها معاه في البيت، واول ما بتشوف هتلر بتقول انه مجرم وانه قتل ناس كتير جدا بالغاز، وبعد كده بتطردهم من البيت. وبيتكلم هتلر بعد كده مع فابين وبيقول انه ممكن رومير واهلها يكونوا يهود اصلا، وبيتكلم بطريقه سلبيه عنهم وانهم اقل من كل البشر. واحنا عارفين هتلر طبعا بيتكلم عنهم بعنصريه شديده جدا، وعلشان كده بيقرر فابين انه ياخده بعيد شويه ويوديه للمكان اللي ظهر فيه علشان يقدروا يفهموا ازاي ظهر في المستقبل. لكن هتلر ما بيكونش فاكر اي حاجه، وبيظهر 2 بلطجيه يضربوه بيغمى عليه. وبنشوف بعد كده هتلر وهو في المستشفى وبتكون كاتيا معاه في الاوضه وبتبص ليه وبتبتسم. وبنروح لفابين اللي بيعيد في اكتر مرة علشان يفهم ازاي خرج للمستقبل وبيتأكد انه هتلر الحقيقي مش مجرد شخص مجنون. وبعد كده بيروح للمستشفى ولكنه بيلاقي ان هتلر خرج وبيقدر انه يوصل له بياخده لسطح برج وبيضرب عليه نار وبيقع هتلر من فوق وبيتخلصوا منه. ولكن فجأة بيلاقي فابين هتلر وراه وبيقول له ان محدش في العالم هيقدر انه يتخلص من اي الماني ابدا. وهنا بنتفاجئ بصوت كاتيا وهي بتقول، وبنكتشف ان كل ده كان فيلم اللي بيصوروه بيحتفل بهتلر. بعد كده بنجاح فيلمه بنشوفه مع كاتيا والمعجبين بيه بيتلموا عليه في كل مكان وبيزيد شعبيته تاني في المانيا. ولحد هنا بينتهي فيلمنا، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم اقوى ملخصات الافلام.